سونا وكذلك جيرونا في البرنابيو، وأخفاق آخر في مدريد أمام رايو فايكانو. إخفاق بالنسبة للريال في هذه المواجهة لا يكون إخفاق للريال بقدر ما هو انتصار مستحق بالنسبة لرايو فايكانو الذي انتصر على الريال في مراحل هذه المباراة في كل شيء، تكتيكيا جماعيا فرديا، الرغبة القتالية للاعبين، حتى أن المدرب أندوني من كثرة الرغبة طرد في هذه المباراة بالبطاقة الحمراء. صحيح، نهاية الموسم، نهاية معناتها قبل المونديال فريق الريال خسر 5 نقاط في مباراتين ضد جيرونا، واليوم يخسر 3 نقاط، أول هزيمة. فريق الريال اليوم دفاعه أحرج الفريق لأنه الدفاع كان سيء، في بناء الهجمة كان سيء، وفي المحاصرة والأخطاء الدفاعية، لأن أنا اعتقدت أنه في الشوط الثاني أول واحد يخرج هو كارفاخال، لأنه كارفاخال اليوم قاد صعوبات كبيرة، 3 أهداف على الجهة اليمنى وين تواجد كارفاخال. لهذا اعتقد أنه أول معناتها لاعب لازم يغادر هو كارفاخال ويدخل لوكاس فاسكيز. اليوم الفريق كل كان سيء في الدفاع، وسط الميدان في الشوط الأول وسط الميدان لقى صعوبات كبيرة، في الاستحواذ لقى صعوبات كبيرة، في بناء الهجمة الدفاع مرتبك، مش منسجمين مع بعضهم، أخطاء دفاعية بالجملة. أعتقد أن رايو كان عنده إمكانية باش يعمل فرق من الشوط الأول. رايو ما سرقش المباراة، قدم مباراة كبيرة، مباراة فنيا، ولهنا الغريب أنه فنيا كان أفضل من الريال، فنيا كان يستحوذ على الكرة، كان ينوع في اللعب، تنويع على الجهة اليمنى الجهة اليسرى، ما يخسرش كرة بسرعة، يعمل 7 8 تمريرات، يوصل للمرمى بسهولة، تسديدات على المرمى، فريق يسدد كثير، تسديداته كانت كلها خطيرة على المرمى، لأنه يلعب براحة، وسط ميدان ماهوش موجود، دفاع سيء مرتبك، دفاع لقى صعوبات كبيرة في إخراج الكرة وبناء الهجمة. شوفوا لهنا، شوفوا كارفاخال، يعني واضح أنه اليوم ماهوش في أحسن حالاته، واضح أنه المفروض كان هو أول لاعب يخرج. الكرة فيه الكثير من التهور، كارفاخال ماهوش في أحسن حالاته، تحسوا أنه مرتبك، تحسوا أنه في كل كرة على الجهه اليسرى خطيره على ريال مدريد، وهذا ما شاهدناش في الهدف الاول وفي الهدف الثاني وفي ضربه الجزاء هذه، لان كان ممكن ارجاعها بطريقه اخرى افضل. لانه يعني لنا واضح ان اللاعب هذا كان المفروض انه يخرج ويغيروا باللاعب لوكاس فاسكيز، لكن اعطاه وقت اكثر المدرب. حتى اللاعبين اللي دخلوا ما غيروا شيء، حتى تغييرات عودنا ان تغييرات الريال تغير الفريق وتحسن من مستوى الفريق، لكن الريال اليوم تحسوا انه فريق مرهق. احسن شيء بالنسبه للريال هو الراحه، لانه اليوم في حاجه ماسه الى راحه، خسر كثير من النقاط في الاسابيع الاخيره، واليوم واضح ان فريق رايو فايكانو قدم مباراه كبيره، فنيا كان ممتاز، وخصوصا في الكرات المشتركه، كان اقوى من الريال، بدنيا كان اقوى من الريال، وهذا شيء غريب. أنه الريال عودنا كان أفضل ناحية، لكن اليوم بدنيا فريق رايو فايكانو كان أفضل، كان سريع، كان إمكانيات كبيرة من الناحية البدنية في الكرات الرأسية، كانوا حاضرين وجاهزين، كرة الالتحامات كان كلها لصالح فريق رايو فايكانو، ولهذا نقول ما يلزمش يخسر الريال لأنه ما قدم ولا شيء في المباراة هذه. سجل من ضربة جزاء وسجل من كرة ثابتة، ما خلقش فرص إلا عن طريق رودريغو في الدقائق الأخيرة، رغم 8 دقائق الفريق هذا ما لقاش التوازن نتاعو، وأعتقد أن الراحة جاية هامة جدا بالنسبة للريال، لأن إذا يكمل على المستوى هذا بتوعيه باش يخسر كثير من النقاط، تنتظر مباراة صعبة المباراة القادمة. يستقبل قادس في البرنابيو في الجولة المقبلة قبل أن يتوقف الدوري الإسباني انطلاقا وإذانا بانطلاق كأس العالم فيفا قطر 2022. بين الشوطين لم أتوقع أن يكون الريال أسوأ من الشوط الأول في الشوط الثاني، وكنت أعتقد ومؤمن بأن الريال سيعود في الشوط الثاني ويفرض شخصيته على فريق رايو فايكانو، ربما كان متفوق على الصعيد البدني في الشوط الأول، فبالتالي سيتراجع رايو فايكانو، وهذا طبيعي، لكن لم يتراجع رايو فايكانو، وأحرج حتى في الشوط الثاني ريال مدريد على الصعيد البدني، على الصعيد الفني، على الصعيد التكتيكي، على الصعيد حتى الرغبة، كان رغبته أكبر وأكثر من ريال مدريد. هذا أهم شيء في كرة القدم، هي الرغبة والتحضير الذهني، للمدرب للاعبين. يمكن اليوم اللي كان سيء اكثر في الريال، صحيح ان الفرق كله كان سيء، لكن الريال مدريد في وسط الملعب هي قوه الريال، لا مودريتش لا فالفيردي ولا حتى تشوامني كانوا في افضل احوالهم، بالتالي فريق
خسر كل الثنائيات. الكرات الثانيه دائما كان من طرف الفريق رايو فايكانو، ورايو فايكانو عرف كيف يتعامل مع المباراه.